واخيرا وصل طقم ميرا. ضايل هلا التركيب اللي زي ما انتم شايفين، وهنشوف النتيجه النهائيه اخيرا. هلا نروح لنادي ميرا ونوريها اول ما يركب، شوف ردة فعلها. هتصور لكم جوله بالغرفه كامله ان شاء الله. طبعا زي ما شفتوا هي الستاير، طبعا مش مبينين منيح لانه مفتوح. وهنا الجبس يمكن انتم شفتوه مع قناه ميرا ويزن. الشبك بضوي بطفي الضوء كانه، بس بالحقيقه بضويش بطفي والله بالحقيقه مش هيك يا جماعه، بس بالتصوير مش عارفه ليش. وهي الجبس. فخلينا هالقيت نعمل 1 2 3 ونشوف كيف النتيجه. يلا. هي حتى الان ركبوا التخت ولسه في اشياء تتركب، في مرايه حدا حاطينها، وهي الخزانه والمكتب لسه مغطى كله. ان شاء الله حتشوفوه بجوله بغرفه ميرا كامله، مش هحرق لكم كل اشي صراحه. اوريكم الاجواء هنا، الاطلاله من غرفه ميرا كيف جميله، شو الجمال. خلينا نروح نجيب ميرا هلا ونفاجئها ونشوف ردة فعلها على الطقم. شوف ردة فعلك على الغرفة. يلا صراحة. يلا تعالي سوا، بسم الله. ادخلي يلا بقى نشوف الرياكشن. حلوة؟ بديش صورهم انا عشان تعملي جولة. خليني اجي من الجهة هذه عشان ما نحرقش الغرفة. ايش رأيك؟ كثير حلوة؟ خلاص تطلعي ثاني. يعني والله حلوة أحلى من توقعت صراحة. طب الحمد لله. لسه بدنا نفرشها وننظفها. كثير حلو. هلا يا جماعة حنرتب غرفتي مع بعض. طبعا انتوا شفتوا كمية الكراتين اللي كانت في الفيديوهات اللي قبل، الله يعيني عن جد الله يعيني. انتوا شايفين المروحة اللي ورايا مش قادرة الدنيا حرفيا درجة الحرارة 35 نار. الغرفة شايفة احكي من كتر ان انا شوبانة من كيف. حتى شوفوا شعري كيف عاد بطير من الهواء اللي ورا. فهي الاجواء ربطته انا عشان بدي اشتغل وهيك، فاصلا هو مشوبني وهو هيك نفسي اربطه كعكة، بس مش عارفة كل شوي بتفلت، فخلص خلينا اربطه هيك احسن. فخلينا هلقيت ايش نبدا بالشغل. انا صراحه تعبت، بس حوريكم ايش عملت قبل ما اصور. يعني بديت بعدين تذكرت انه لازم اصور هيك، فخلنا اوريكم. طبعا يا جماعه شوفوا علقت الاشياء اللي بدهم تعليقينها. لسه ما خلصت يعني لسه. طبعا شفتوا الكراتين كتير مليان. هنا الشتوي حطه، وهنا الاغراض الدروج لسه ما حطيت فيهم اشي، يعني شايف ايش دخلت فيهم صراحه، بس يعني حنفضل الكراتين مع بعض ونشوف. طبعا يا جماعة مش هوريكم أي شيء من العفش عشان هيك تفاجئوا. هعملكم إنه جولة بغرفتي وهيك، فإن شاء الله تعجبكم. يا جماعة حطيت الأغراض المهمة هنا، مش عارفة ليش حطيته هنا آخر واحد صراحة. إنه هذا الإشي أعرف حطيته آخر إشي بلبسهوش بالمرة، بس إنه رمياه هنا هيك بس بلبسه بس. هنا بلايز، هنا أشياء للبيت يعني كيف اسم البيت. شوفوا يا جماعة هنا، شوفوا كل كتبة هنا لسه في طبعا كتب محطوطين على الكومودينا. هنا برضو أشياء تانية. شوفوا هذه بس كرتونة واحدة، لسه في ضايل 3 أواعي، وأنا فضيت أغراض المكتب. هاي يا جماعة حنركبها هلا مع بعض. هذه تبعت كتب أو إنه بتحطوا فيها بدكم إياه. شفتها في شين ومواقع كتير، فلقيتها بغزة مش عارفة كيف صراحة، ما فيش اشي بنلاقي بغزة بهالسهولة يعني، بس الحمد لله لقيتها. بس عن جد يا جماعة اعذروا شكلي واعذروا شعري واعذروا يعني الاشياء اللي قاعدين بتشوفوها، لانه تعرفين انا قاعدة بعزل. بتعرفوا اللي قاعد بعزل بيكون حرفيا مش طايق حاله، خاصة بالشوب هذا. انتوا اكيد حاسين بالشوب، اكتبوا لي في التعليقات كيف كيف الشوب عندكم، كم درجة الحرارة واصلة عندكم. صراحة أنا مش قادرة أتنفس حرفيا، فإذا طلع صوت الهواء كتير بس أنا مش عارفة إذا صوت الهواء طلع ولا لأ. خلنا أصلا نركز شوي. أوكي هيك تمام. شوف شعري كيف من الهواء قاعد تطير في شعري. كيف برم كتير يعني صراحة، بحس إن حالي كتير ببرم. خلينا إنه نفتح هاي مع بعض. أنا صراحة مش عارفة كيف بدي أركبها، بس نكتشف مع بعض مش مشكلة. خلينا أول شيء نفتحها. أنا متحمسة عشان أحط كل الكتب. بس يا جماعة شوفوا كيف تطلع صورتها بالآخر. هيها كيف، أكيد انتوا عرفتوها يعني. إيش هاد؟ كيف؟ استنى
صراحة مش عارفة كيف بدي اعملها انا. خليني نحطهم كلهم على جهة واحدة. المشكلة اني انا مش عارفة اوقف عشان مش عارفة وين احط الكاميرا صراحة. فكينا اول واحدة. يا رب اعرف اركبها بدون ما اجيب العيد. عشان انا بعرفش اعمل اشي بحياتي ما نحكي. لازم اعمل اشي، لازم اعمل اشي خربه يعني مبزبطش معي من اول مرة. وين الاشي اللي كان بيعلمنا هذا؟ ايوه ايش اعمل؟ فكيتها. طيب لازم نجيب اشي هذا. اعتقد لازم نجيب هاي ونركبهم مع بعض. استنى كيف؟ هيك. مش عارفة اركبهم كتير قاسية. احنا ركبنا اول واحدة ولسه ضايلنا 4. يا جماعة خلينا نركبها ونرجع لكم. تفضل بدك مساعدة؟ مساعدات. مامي اعترفي لهم صح انا بعرفش اعمل اشي بحياتي بدون ما اخربه. لازم نستعين فيها. لسه في كرتونة هذه تفضل بالخزانة. بكرة يعني. فيش بكرة. تعبت. الدنيا شوف. هاي الاشياء تبعتنا. وريت. هي وجهها احمر من الشوق. صراحة كثير شوق انا. كثير شوق مش طبيعي الجو. يا جماعة كيف ركبناها؟ بدي احط كل اغراضي اللي مش عارفة وين احطهم فعليا. مش لاقيه لهم مكان. عن جد قلت لكم يا جماعة هاي اغراض الرسم. خلي هذه تحت وهذه على الوجه عشانها حلوه لونها زهري. هاي؟ هذه على الوجه. برافو عليك. يعني حطيناها هنا خبيناها على اساس تحط فيها كل الكتب او الاشياء الرسم. بالضبط. يا جماعة حنحط كل الكتب هنا او بالدفة الثانية يعني. لسه حنجيب يا جماعة هيك شجر واحطهم هنا على المكتب. الاولى ما تحطش فيها حاجه يكون احسن. لا ليش؟ عشان تكون حلوه تحطي فيها شجره او حاجه. لا هم بحطوا في الاولى كتبوا. تمام انا بدي انت هذه غرفتك وانت حره. هاتي يا هاي الروضه يا جماعه. هاي شايفين؟ هاي الصوره هي تخرجت من الروضه. يزن راح ايش كتب عليها يزن وخرب لها اياها ونكدت اياها صارت هاي يا جماعه هدول يعني مستحيل احطهم هنا صراحه، لازم احطهم جنبي لانه لسه ما تخطيت اللي صار. فخليهم على جنب. هاي اوكي حطيناها وعادي عادي جدا. بس مش بشعرك هذا اكيد. طبعا لا لسه احنا بنشتغل والله عرقانين وجوبانين وحالتنا حالة والدنيا شوب كثير قاعدين بنطوف خزانات وبنشتغل لسه. فان شاء الله انتظروا جوله بغرفه ميرا على قناتها ميرا برنسس. تمام. هذا جوله جنة.